ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وصفة جديدة. الرز بلبن. وطبعا احنا بنبقى عاوزينه زي بتاع المحلات ونفس طعم بتاع المحلات ووشه مكرمش كده هو زي بتاع المحلات. طب خلاص انا هقول لكم هنعمل ايه النهارده. اهم حاجة المصدر اللبن اللي هتجيبي منه يكون مضمون، تكون دسم. تجيبي من عند لبان يكون اللبن بتاعه حلو، ما يبقاش اللي هو الخفيف، لا اللبن اللي هو الدسم. انا جايلي لبن. كان عندي لبن ان انا كنت جايباه كان دسم شوية، احنا هنجيب له برضو قشطة، هنحط لبن بخيره المعروف. كوباية لبن، قصدي كوباية رز على 2 كيلو لبن. ليه؟ علشان يبقى اللبن يعني طعمه حلو، الرز اللبن يبقى لبنه كتير. انا ما بحبش اضيف ميه كتير. تمام، انا هضيف 2 كيلو لبن وارجع لكم تاني. اهو انا ضفت 2 كيلو اللبن. طبعا هسيبهم يغلوا على ما اغسل الرز. وبعد كده اقول لكم الخطوه اللي بعدها ايه. اهو اللبن غلي، هننزل بقى عليه بالرز بتاعنا. ليه بقى الخطوه دي؟ عشان الرز يستوي في اللبن. انا بحب اسوي الرز في اللبن قوي علشان الرز ياخد طعم اللبن. تمام، اهو غلي وحطينا فيه الرز. هنقفل كده عليه وهنسيبه خالص لحد مثلا اللبن لما يبرد، ونشوف الرز استوى ولا لا. لو استوى هنشتغل نكمل بقية الرز بلبن. لو ما مسحش يعني كده، قصدي ما استواش، يبقى هنعلق على اللبن تاني ونديله غلوة تاني. خليكم معايا يا بنات. اهو يا بنات احنا رجعنا تاني، طبعا عشان الجو شتاء اللبن سقع على طول، والرز بصوا فيه محصول سنة لسه ما استواش. تمام، هنديله غلوة تاني. بس بقى قبل الغلوة دي هنضيف له كمية السكر اللي انت عاوزاها، ده حسب الرغبة. بس كده، وهنسيبه يغلي تاني. وما يستوي الرز هرجع لكم تاني. اهو يا بنات رجعنا بقى تاني، وايه الرز استوى اهو. بصوا القشطه فوق الوش عشان هو لبن حلو دسم. بصوا اهو الرز استوى بقى زي الفل. طبعا انا بقى ايه بحب اضيف كده اللبن اللي هو بخيره، عشان بحب نسبة اللبن تبقى اكبر. تمام، بس كده. كده نسبة الرز مع نسبة اللبن حلوة. 2 كيلو ونص لبن معاهم عليهم كوباية رز او الرز بتاعها. في بقى اضافية كده انا بحب اعملها، ايه هي؟ بحب احط كريم شانتيه. هنحط بس 3 معالق كريم شانتيه. ده كريم شانتيه خام، بيبقى سايب من عند اللي بتبيع المستلزمات الحلواني.
تمام. هنحط اضافيه كمان، ايه هي؟ لبن النيدو اللي هو اللبن البودره. بحب احط كيسين، اهو كيسين. اللبن اهو. نجيب بقى المضرب احنا كده ايه. ده انا عايزه تخش تخش هنا. تمام. واللبن النيدو بالمنظر ده نقلبه. اللبن قصدي البودره، يعني اي نوع لبن بودره. في نوع لبن كده بيبقى سايب، بس انا مش بحب اللبن السايب ده. بيبقى طعمه مش زي طعم اللي هو النيدو يعني. اهو. احنا بقى في خطوه دلوقتي انا بقى هعملها ديت بقى ايه، بيبقى حسب الرغبه. هندوق كده. لا مش محتاج سكر، هو زي الفل كده. هنجيب بقى نص كوبايه لبن وارجع لكم تاني. اخر خطوه معلقه قشطه. الخطوه بقى اللي هي قبل النشا على طول، وتدوبيها كده مع اللبن والحاجه. انا بحب احط القشطه عشان يبقى دسم. تمام اهو. تمام اهو. النص مج لبن بنشا، تحطي نصه، نصي 3 معالق نشا. تمام. 3 معالق بس على نص كوبايه اللبن. هو كده خلاص هيربط على كده، مش هيعوز تاني. انا يعتبر حطيت ربع نص الكوبايه، يعني ربع مج اللبن بس كده. هغرفه بقى وارجع لكم تاني. اهو تقلبي كده وتروحي غرفه، بس انا بحب اثبته كده علشان الحروف بتاعه الطبق تبقى حلوه. تمام. هغرفه كله وارجع لكم تاني. اهي يا بنات الكميه كلها. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا علامه الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني انا واسراء. استنوا وصفه جديده.